لما كنا بنشوف كرتون توم وجيري واحنا صغيرين، كنا بنشوف حلقات كتيرة جدا كده. ست سمرة بتظهر في الكرتون، بس بيظهر رجلها بس ووشها ما كانش ظاهر. كلنا كنا عاوزين نعرف مين الست دي، وليه دايما رجليها اللي بتظهر ووشها دايما متغطي. الست دي طلعت بقى شخصية حقيقية وموجودة فعلا، وهي كان ليها طلب غريب جدا لما انطلب منها انها تظهر في كرتون الشهير توم وجيري. الست دي تبقى ممثلة أمريكية واسمها تاي ماكانديال، يا رب أكون بنطقها صح. الست دي بقى تبقى أول ممثلة أمريكية من أصول أفريقية. طيب بس كده؟ لا، ده هي أول ممثلة أمريكية من أصول أفريقية وبتفوز بجائزة الأوسكار. ولما اتعمل الكرتون واتعرض عليها إن شخصيتها تظهر في الكرتون، وافقت، بس كان ليها طلب واحد بس. طلبت إنها تظهر بس وشها يتم تغطيته بالكامل. قالت عشان تثير فضول الأطفال ويكون دايما متشوقين وعاوزين يعرفوا مين الست دي.